بسم الله، السلام عليكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم حبيبتي في قناتي في فيديو جديد. ما زلنا متواصلين مع سلسلة الحلويات الجافة. درس اليوم هو الغريبية. الغريبية بكل أسرارها ناجحة من أول مرة للمبتدئات، تجي مشقة وتجي مرملة. وراح نجاوبكم على كل أسئلتكم في هذا الفيديو، كاع اللي تخطر في بالكم باه تعرفوا الأخطاء نتاعكم وتتفاداوها. ونتمنى أنكم تجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم كما العادة، وبارطاجوا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء والعائلة لتعم الفائدة. ما نطولش عليكم بزاف. أنا راح نستعمل العلبة تاع الزبدة تاع 250 غرام، وانتيا إذا بغيتي ديري نصف الكمية ولا الربع نتاعها لك الاختيار. راني كاتبه لك الوصفة في صندوق الوصف. قسمي كل شيء على 2 ولا على 4. عندي علبة نتاع زبدة نتاع 250 غرام. زبدة تقدري تستعملي أي نوع، صول ولا العبال، ولا حتى بغيتي تستعملي سمن لك الاختيار، أو خليط بين سمن ومارغرين. والزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ. ونفس العلبة راح نعبرها زيت بالميزان 250 غرام، يعني مليلتر. ونفس العلبة راح نعبرها سكر عادي. اللي يبغيها مرملة يستعمل سكر عادي، خاصة أصحاب المشاريع. واللي بغاتها غريبية نتاعها رطبة تستعمل سكر رطب بالميزان 250 غرام، سواء حرش ولا رطب 250 غرام. وبالكيل الحرش راح يكون كيلة كيما هكذا كيما لاحظتوا، والرطب راح تكون كيلة معمرة مليح. وأصحاب المشاريع في فصل الصيف استعملوا 30 غرام تاع تريمولين، باه الغريبية تقعد طرية لمدة طويلة. أما المادة الحافظة تقدروا تستغنوا عليها، لأنه الغريبية ما فيهاش بيض، ما تخافوهاش تفسد، ما فيها حتى حاجة اللي تفسد، فقط طيبوها مليح وديروا لها التريمولين، راه مادة حافظة. وزدت مع المكونات عطر نتاع لافاني. انا هنا استعملت ليكيد لانه البودره ولا تجي فيها قروسيه على طرف اللسان. درته ليكيد بصح ماهوش ملون، راهو شفاف. ونزيد قرصه نتاع ملح حوالي 1 غرام هكذاك، ما تكتروش لانه الملح ما عنده وين يذوب. ومن بعدها نجيب البغال ميكسور ونميكسي المكونات جيدا. منها المكونات تندمج مع بعضها، ومنها السكر نتاعنا يرطاب. وتقدري تخدميها بالباتور ولا يديك، بصح راح يدي منك يعني مدة طويلة. خاصك يعني تخدمي السكر مع الزيت جيدا، عاد تزيدي الزبدة. هذا إذا متوفرش عندك البغا ميكسور. أما إذا عندك الميكسور استعمليه أحسن، ينقص عليك الجهد والوقت. وإذا عندك آشوار تقدري كذلك تخدمي به، بصح مرة على مرة افتحيه وهبطي الخليط على الجناب، وعاودي بلعي وخلطي هكذا باش يندمج جيدا. هكذا نتحصل على خليط كريمي مثل المايونيز، فيه السكر بصح حبات رقاق، موش كيما كان في الاول خشين، موش رايح ترحيه يولي لك رطب نيشان بودرة، راح يكونوا حبات رقاق. هكذا باه تجي الغريبية مرملة وشابة وتذوب في الفم. راني نميكسي ومرة على مرة نهبط الجوانب باه يتخلط جيدا. وكيما قلت لك تقدري تخدميها بيديك، بصح هنايا لازم لك الصبر كيما ناس زمان. من بعد ما تحصلت على هذه النتيجة، كل شيء اندمج ولات كيما المايونيز. هنايا سلت الميكسور مليح. ومن بعدها نجيب الفارينة الشيرات، أنا عندي 1 كيلوغرام. هذه ديروها كاملة بلا ما تخمو تنقصوا منها. راكم ملزومين 1 كيلوغرام نتاع فارينة ديروها كاملة، ما تنقصوش منها. واللي ما عندهاش ميزان تكيل بهذه الكيلة نتاع الزبدة 5 كيلات، لأنه العلبة الوحدة كي تعبروها فارينة راح تعطيكم 200 غرام. إذا 200 غرام 5 مرات هي 1000 غرام، اللي هي 1 كيلوغرام فارينة. هذه بالنسبة اللي ما عندهمش ميزان. نبقى أنا ندير في الفارينة ونخلط ونعجن. الغريبية هذه غادي نديرها أنا بدون خميرة كيميائية. نعم، بدون خميرة كيميائية، وتجي مشقة وهايلة. تبعوا كل النصائح وجربوها، والنتيجة على ضمانتي الشيرات. بقيت أنا نزيد في الفارينة بالعقل. الكمية اللي نضيفها راح نحكها مليح مليح. راني نضيف ونعجن، ما تتحيروش، ما هي الصابلي عجنيها عادي.
كمّلت أنا كل الكمية نتاع الفرينة. الناس اللي ما تحكمش الميزان ولا الكيل ودير عينها ميزانها راح تنشف لك غير شوية تحبسي، وهذا خطأ. راح كي تدخليها للفور تهبط لك وتجيك يابسة حجرة. لا بغات دارت سكر قلاص يعني سكر الرطب ورايحة تجيك حجرة. تبعي معايا أنا بالسكر الحرش وبدون خميرة اللي تجي فيها القروصية على طرف اللسان وراح تجيك مشقة وتذوب في الفم. إذًا هنايا بعد ما كمّلت كل الكمية نتاع الفارينة هذه قلنا اللي هي 1 كيلوغرام 5 كيلات، راح تتحصلي على عجينة طرية. كي تشكلي كورة راح تتشكل لك بكل سهولة، وهنايا غير نساي إذا تتشقق ولا تجيك طرية، بالعكس وحتى إذا اتشقت راح تجيك يابسة وهابطة. هذا لأنها مخصوصة فرينة. السر الأول اللي يخلي الغريبية تاعك تتشقق وتذوب في الفم هي أنك تعطيها حقها نتاع الفرينة. أنا هنا زدت 200 جرام أخرى وراح نضيفها غير بالعقل ونعرك حتى نتحصل على عجينة مفركتة. هكذا ما تتلمش. فرغت أنا نصف الكمية نتاع الفرينة، حسيتها مازالت سهلة في يديا. زدت كملت كل الكمية نتاع الفرينة، بمعنى أنا دات لي كيلو و200 غرام فرينة، بمعنى 6 تحكيلات من هذا العلبة. دوك هنا نتيا إذا الفرينة نتاعك خفيفة وشابة قادر تلحق لك حتى الكيلو و250. أنا نخدم بأرخص فرينة شيرة، راني وريتكم في الفيديو نتاع القالات وهدرت لكم على الفرينة اللي سقساوني عليها. اللي مازال ما شافتش الفرينة النوعية اللي نخدم بها وتروح الفيديو تاع القالات وتشوف في الآخر كاع راني وريت لكم الفرينة كيفاش دايرة اللي نخدم بها وكيفاش تعرفوا المليحة اللي يبغوا حاجة رخيصة. المهم الغريبية لازم العجينة ما تكونش كيما الصابلي، لازم تكون عجينة مرملة وما تتملكش بالخف يعني راح تغبنك. كي تصيبيها كيما هكاك تما حبسي الفرينة وبداي تعركي فيها مليح مليح باه تقدري تلميها وتتشكل لك حبة، والحبة تكون داية حقها تاع الفرينة وتتشقق لك بكل سهولة وتجيك تذوب في الفم. وحتى إذا جاتك كيما نقولوا حنايا طرية واتشقت لك كي تخرج حامية تتشقق بصح غير تبرد راح تنغلق وتعاود ترجع تقول قاع ما تشققتش تتبلع. هذا كذلك دليل على أنها ناقصة فرينة. كي تنشفيها مليح وتعطيها حقها نتاع الفرينة وتدخلها السخانة للداخل وتفلقها وتطيب من داخلها مليح، مش راح تعاود تتغلق، راح تبقى هكذاك مشقة مدى الوجود نتاعها. أنا هنايا حوّلت العجينة في قصعة واسعة باه نقدر نعرك مليح، يعني من الفوق والتحت ماشي غير الفوق برك. إذا هنايا عركتها غير شوي، غير قد اللي نقدر نشكلها فقط ماشي بزاف. فقط ملاحظة شيرات إذا استعملتوا سكر جلاس هنايا ممكن ما تديكمش كمية الفرينة كيما هاك، تديلكم حوالي كيلوغرام تاع فرينة، 1 كيلوغرام لأنه السكر جلاس يجي رطب كيما الفرينة وزيد مخلط مع المايزينا، على هذاك ما تديلكمش الفرينة بزاف. بصح أصحاب المشاريع استعملوا السكر عادي اقتصادي رخيص ويزيدكم في عدد الحبات. المهم من بعد هنايا أنايا جبت ميزان وبديت نوزن. هنايا الشيرات وزن الحبة حسب كل منطقة كيفاش توزن. نتيا توزني من 35 حتى ل 40 جرام. إذا كان محل وعندك فرن بروفيسيونال هنايا وزنيها 50 جرام لأنه وزن الحبة راه يلعب دور كبير مع الفرن. مثلا الفرن نتاعك ما يطيبش مليح وتحطي فيه نتيا حبة كبيرة وزن 50 جرام راح تجيب نهار كامل باه يطيب من داخل وباه تشقق وراح تيبسلك لانه يكون شربتها هذيك الكوشه تاعك. والبروفيسيونال راه بالخف يطيب بالحبه للقلب مهما كان الحجم نتاعها. والفرن العادي كي تكون الحبه متوسطه ولا صغيره يعني راهي بالخف تلحق لها السخانه للقلب وتتشقق وتطيب للقلب بلا ما طول وتيبس. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. وهنايا قلنا عدد الحبات على حسب وزن الحبة. مثلا حنايا غادي توزني نتيا الحبة تاعك 40 غرام ولا 35 غرام. هنايا تجمعي وزن المكونات 250 غرام تاع الزبدة زائد 250 غرام تاع الزيت و250 غرام تاع السكر عادي راح تعطيك 750 غرام وزيدي لها كيلو 200 نتاع الفارينة. شحال راح تولي؟ راح تولي لك كيلو و950.
هذه هكذا. وكي نقسموا هذه الكمية تاع وزن العجين على الغرامات اللي راح توزنيهم، مثلا 40 غرام اللي هو وزن الحبة، راح تعطيك من 47 إلى 48 حبة. أما إذا قسمتيها على 35 غرام اللي هي وزن الحبة اللي راح توزنيها لها، راح تعطيك من 54 حتى ل55 حبة. دوك انت يوم بغيتي الميزان تاعك إذا ديري 35 ولا 40 هكذا، وتعرفي الكمية شحال رايحة تعطيك. مثلا كي تجيك طلبية تاع 10 حبات ولا 20 حبة، يعني يكون في راسك شحال راكي رايحة ديري من خلال المجموع نتاع المكونات. إذا أنا هنايا درتهم 40 غرام، ومن بعد ما وزنتهم كاع، هنا نبدا نشكل. التشكيل شكله كرات عادي. هي العجينة راهي شوية مفركتة، لازم تكون صعبة التشكيل ماشي طرية وسهلة، باه تجيك قلنا مبسة وطرية وتذوب في الفم. الخطأ اللي يوقعوا فيه بعض الأخوات هي يحسبوا كي طروا العجين راح تجيكم غريبية طرية، وهي لا، العكس، راح تجيكم قاصحة. الغريبية عكس الحلويات العادية كما الصابلي والحلويات الأخرى. الغريبية كل ما تيبسي العجينة تاعك كل ما هي رايحة تجيك تذوب بزاف. وهذه النصيحة واحد ما يمدها لك وقليل اللي يعرفها. المهم أنا بغيت نشكل هنايا. التشكيل يجيكم شوية صعيب في الأول. ضغطوا على العجين مليح ومن بعدها كوروه. كي تكوري كون تضغطي عليها بزاف راح تتفركت لك. على هذاك كوري غير برا برا قد اللي ترطاب لك الكرة وصاي. وسويها باه تجيك الحبة مستوية كي طيب ماشي مكابوسيا. ما دامني أنا نكوّر، أرواح وبالخف كذلك نحسبوا السلعة بالنسبة لأصحاب المشاريع ولا اللي راح تبدا مشروعها من وجديد. عندي الزبدة، الزبدة نحسبوها 10 ميل، والزيت نحسبوه 250 غرام، 35 دينار جزائري، بالعامية تاعنا 3500. والسكر 25 دينار جزائري، والفارينة 50 دينار جزائري. أنا نستعمل قلت لكم أرخص فارينة. كلش جاني 21,000 مع العطور هاذيك والقرفة وكاع. حنا نقولوا 23,000. هاذيك 23,000 تعطي لك 46 حبة هكداك ولا أكثر. كي تبيعيها غير 1000 فرانك، 10 دينار جزائري، راكي رابحة فيها. انتي هنايا تحسبيها الغريبية من 25 دينار جزائري حتى ل 30 دينار، والفائدة تكون لك أكثر، يعني راهي مشروع مربح. أصحاب السوبيرات راهم يبيعوها 8 حبات ب20 ميل ب20,000، بمعنى 500 € للحبة. إذا هنايا بعد ما كورت الكرات كيما وريت لكم، نحط أنا الكرات في سنيوات صغار. علاه؟ على جال الغريبية تبغي سخانة. أنا لو كان نديرها في سنيوة كبيرة راح يتشقق لي غير اللي في الوسط اللي مقابلين الحرارة، والحبات اللي على الجناب يقعدوا لي هكذاك. على بها أنا درتها في سنيوة كيما هكا باش تقابلي الحرارة وتشقق لي على ضربة. وانتيا اذا الفرن نتاعك ساخن بزاف عادي ديريها في اي سنيوة. انا الكويزينير تاعي الشيرات ما فيها لا درجة حرارة ما فيها الوقت، يعني تاع زمان وقديمة وكل شيء حابس فيها. نخدم بها غير بعيني وصاي كيما نتاع بكري، يعني كيما الكوشة هذوك تاع برا. على هذاك اللي ما نقدرش نفيدكم خواتاتي سمحوا لي. المهم هنايا بعد ما نكورهم، السر الثاني تاع التشقق الغريبية هي أنك تخليها تزيد تنشف واحد النص ساعة هكذاك فأكتر. ومن بعدها تشعلي الفرن نتاعك، شعليه من تحت على نار تكون شوية متجهدة، وخليها تحمى واحد ربع ساعة هكذاك. وكي تحمى مليح. والسر الثالث هي أنك تطفيها من تحت وعاودي شعليها من الفوق وهبطي سنيوتك قاع لتحت وخليها طيب من الفوق. مشي غير شوية، خليها طيب على نار متوسطة ومشي زايدة، يعني الطياب نتاعها قاع من الفوق. خليها واحد 20 دقيقة حتى لنص ساعة، يعني حسب الفرن نتاعك. كي تطلي عليها تلقايها انشقت، و20 دقيقة ولا نص ساعة راهي كافية هنايا باش تكون طابت، يعني تكون طابت. إذا هنايا عاودي شعلي لها من تحت غير باه تدي تحميرة، ماشي باش طيب لخاطر راهي طايبة، خاصها غير تحميرة فقط. ما تنقصولهاش وتخلوها من تحت تيبس، لا، واحد 10 دقايق هكذاك من تحت غير تتحمر وتكون جاهزة. وهذه هي الغريبية نتاعنا، تجي مشقة
وتذوب في الفم ومرملة. كي تكون ساخنة ما تدوروش بها، راح تجيكم تبان لكم بلي راهي معجنة وراها خضرة وكاع. خلوها حتى تبرد تماما، بعدها قسموا الحبة وذوقوها. خلوها حوالي واحد الساعتين هكذاك، ثم روحوا شوفوها تلقاوها غريبية، مرملة، وفيها حبات تاع سكر في الفم يقرمشوا يهبلوا في البنة كيما تاع زمان، لا خميرة ولا سكر كلاص. ومن قدام شيرات راح نزيد لكم تاني غريبية بالزيت تجي تهبل بكل أسرارها. فقط تبعوا النصائح من الأول للأخير باه تنجحوا فيها، وخلوا لي تعليقاتكم، ونحبكم نموت عليكم غالياتي.